اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى العظمة دي؟ شوكولات كيك بقى حاجة كده ايه لذيذة جدا، والولاد لما تعمليها بقى هيموتوا فيها، كل شوية هيقولولك اعمليها لنا تاني من طعمتها ومن جمالها. ممكن تعمليها بقى في راس السنة كده حاجة حلوة كده، الولاد هيحبوها جدا. فيها كريمة بقى وشوكولاتة، صوص الشوكولاتة ده يجنن يا جماعة، طعمه رهيب بجد. هتجربيها ومش هتندمي عليها، حاجة كده عظمة بجد. شايفين الجمال؟ وشاربة بقى من صوص الشوكولاتة ده بقى، وجميلة جدا، والكريمة طعمها رهيب بجد. ما ننساش بقى نعمل لايك للفيديو، ولا ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. ندخل بقى على المقادير ونشوف احنا عملنا العظمة دي ازاي. معايا 3 بيضات كبار، وهنحط عليهم رشة من الفانيليا، 2 باكت فانيليا من اللي هما الصغيرين دول، وهنحط عليهم معلقة كبيرة من الخل. تمام كده. الخل يا جماعة بيدي هشاشة حلوة قوي قوي للكيكة يعني. هنحط كوباية من السكر، وكوباية من الحليب، ونص كوباية من الزيت. تمام كده. هناخد بقى المقادير بتاعتنا دي كلها ونروح فين؟ على الخلاط، وهنضربهم كويس جدا لحد ما يبقى الخليط متجانس زي الرغوة كده بالظبط، زي ما انت شايفة كده. شايفين الجمال؟ هنجيب ايه بقى؟ هنجيب كوبايتين من الدقيق، وهنحط عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام اللي هو الاسباني ده، بيبقى طعمه حلو قوي يا جماعة بجد، طعمه جميل يعني. هنقلب بقى المقادير بتاعتنا دي مع باكت من البيكنج باودر اللي هو 16 جرام دوت، يعني معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنقلب بقى المقادير الجافة بتاعتنا دي كويس جدا، وبعد كده بقى هنحط عليها المواد السائلة اللي احنا خلطناها في الخلاط. ما ننساش يا جماعة نعمل لايك للفيديو الأول، نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو. تمام كده. هنحط بقى المقادير السائلة بتاعتنا اللي احنا ضربناها في الخلاط. كيكة سهلة جدا يا جماعة على فكرة، يعني ما بتاخدش وقت خالص. انت هتضربي المقادير كلها في الخلاط، وهتقلبي فيها المواد الجافة دي وخلاص كده. قلبيها كويس جدا علشان خاطر بيبقى فيه دقيق يعني ماسك تحت في البولة مثلا، لازم تقلبيها كويس اوي. شايفين القوام بتاعها يا جماعة عامل ازاي؟ قوامها حلو اوي اوي كده. المقادير دي مظبوطة جدا على فكرة، مش هتحتاجي لبن ولا هتحتاجي حاجة خالص تحطيها. تمام كده. هنجيب بقى الاسباتيولا كده ونقلبها كويس جدا من تحت، علشان خاطر انا بقول لكم بيبقى ساعات دقيق لازق تحت، لازم نقلبها كويس جدا علشان ايه؟ ما يبقاش في دقيق لازق في قلب البولة من تحت. هنجيب بقى الصينية، انا دهنها دهنة من الزيت، الصينية اللي انت هتسوي فيها الكيك، هنصب فيها الخليط بتاعنا بقى. هننزل بقى الخليط كله، ما تسيبيش حاجة في البولة، علشان ايه؟ المقادير دي مظبوطة قوي على قد الصينية، وبعدين يعني خسارة يعني نرمي حاجة متكلفة كده. لازم تنزلي الخليط كله، وتفردي بقى الكيك او العجين او الخليط في قلب الصينية كويس جدا. يعني افرديه كويس قوي كده، وبعدين بقى انت امسكي الصينية كده، هزيها كده، خلي الخليط يتساوى. خلصنا كده الصينية يا جماعة، هنهزها كده ونخبطها خبطتين كده علشان خاطر تطلع فقاقيع كده، ما تبقاش المسام واسعة. وهنسويها على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، مش هنولع الشواية، هي 180 في الرف الوسطاني، ومش هنولع الشواية ولا أي حاجة، وهي هتستوي تبقى زي الفل. هنعمل بقى صوص الشوكولاتة بتاعنا، حطينا معلقتين من الكاكاو وعليهم رشة من الفانيليا، وهنحط نص كوباية من الحليب. بس يا جماعة النص كوباية على فكرة ده كان شوية، يعني أنا زودت نص كمان، ونص كوباية سكر، ونص كوباية من الزيت. أنا وأنا بخلط الخليط في الخلاط لقيته تقيل شوية، فأنا زودته نص كوباية من الحليب تانية. شايفين الجمال؟ صوص الشوكولاتة طعمه جميل جدا جدا. شايفين؟ واللمعة بتاعته فظيعة بجد. هنركنه بقى على جنب كده ونعمل الكريمة بتاعتنا. هنجيب بقى معلقة من الكاكاو الخام اللي احنا استعملناه في الكيك، وهنقلبه مع يعني معلقتين 3 مية، ربع كوباية من المية كده، وهنقلبه كويس جدا. هنقلب الكاكاو كويس جدا علشان هو بيبقى فيه تكتلات كده، مش هنحطه كده بقى على الكريمة بتاعتنا، ده هنحط الخليط ده على الكريمة اللي احنا هنعملها للكيك. هنجيب كوباية من الكريم شانتيه،
وهنجيب كوباية من المَيّة المتلجة. المَيّة المتلجة يا جماعة أنا باقلّب فيها السكر علشان الكريمة دي من غير سكر، باقلّب فيها السكر قبل ما أحطها في الفريزر، تمام كده؟ وبعدين بقى باحطها هي مسكّرة كده، يعني هي سُكّرها كده مضبوط، وهنزوّد بقى معلقة الكاكاو اللي إحنا قلّبناها في ربع كوباية من المَيّة، علشان إحنا عايزين الخليط يبقى لونه بُني أو كافيه زي ما أنتِ شايفة كده. أو ممكن تحُطّي عليها معلقتين من صوص الشوكولاتة اللي أنتِ عاملاه، يعني مش مشكلة تعملي معلقة من الكاكاو في مَيّة أو حاجة، أنتِ ممكن تحُطّي معلقتين من صوص الشوكولاتة هيطلع زي لونه كافيه كده وطعمه جميل جدًا برضه. دي الكيكة بتاعتنا يا جماعة بعد ما استوت وبردت، ما ينفعش تسقيها كوباية اللبن اللي هنسقيها لها دلوقتي وهي سخنة، يعني أنا طلّعتها وبردت تمامًا. وهنجيب بقى عصاية من الشيش طاووق أو خلة سنان وهنخرّم الكيكة بتاعتنا علشان خاطر لمّا نسقيها الحليب ينزل فيها كلّها أو تشرّبها كلّها، يبقى فيها أماكن ممكن بقى أنتِ لمّا ما تخرّميهاش كده الحليب يتزحلق كده بقى وييجي في الأطراف وبس، إنّما كده بقى هتشرب الحليب بتاعنا أنتِ بقى هتشوفي شكلها كده تقولي لأ ده كده باظت وإيه ده، لأ ده هي بتشرب الحليب وما بيظهرش فيها إن هي فيها حليب أبدًا أو لبن. مش بتبقى الشكل ده خالص، أنتِ هتشوفيها دلوقتي وهتجرّبيها وهتدعي لي. إحنا هنسيبها بقى تتشرّب الحليب بتاعها أو اللبن، وإيه يا جماعة على فكرة كوباية اللبن دي أنا حاطة فيها معلقة من السكر، تمام كده، علشان خاطر مش ندلّع الكيكة بتاعتنا، يعني لمّا أسقيها لبن أو حليب من غير سكر هتبقى دلعة. أنا حطيت الكريمة فوق الكيكة بس بقى للأسف الكاميرا كانت فصلت، هنسويها على قد ما نقدر نسويها، ممكن بمسطرة بجلدة كراسة أي حاجة، يعني المهم إن أنتِ تسويها كويس كده. هنجيب بقى صوص الشوكولاتة بتاعنا الرهيب ده وهنسويه برضه فوق وش الكيك كده، فظيعة يا جماعة الكيكة دي بصراحة، والله أنا عملتها يعني شُفتوا الصينية اللي أنا عملت فيها بسبوسة معاكم قبل كده؟ يعني عملتها فيها، وجيت بقى المرّة دي عملتها في الصينية الصغيّرة دي، الولاد لأ مش عاجبهم عايزين بقى الصينية الكبيرة، بيموتوا فيها، يعني عاجباهم جدًا وهتعجب ولادِك جدًا، جدًا. يعني ممكن في راس السَنة كده تعمليها حاجة حلوة زي الجاتوه والكلام ده، جميلة جدًا بجد. أنا حطيت بقى فوقيها فورماسيل بُني كده، ممكن ما تحطّيش حاجة خالص، وممكن تبشري شوكولاتة كده وتحطّيها، أو كريسبي بُني أو أي ألوان أنتِ حابة تحطّيها حطّيها. أنا الفورماسيل البُني ده كان عندي قُلت أمّا أدّيها شكل حلو كده بيها، رشّيت شوية يعني منها. هنقطّعها بقى كده يا جماعة طرية جدًا، للأسف بقى يعني أنا بعد ما حطيتِ الكريمة المفروض أنتِ بتفردي الكريمة فوق الكيكة وتحطيها في الفريزر ربع ساعة كده تقريبًا، علشان الكريمة تجمد فوق الكيكة كده وبعد كده تحطي فوقها صوص الشوكولاتة. بس أنا كنت مستعجلة على الكيكة علشان كان عندي ضيوف، فبعدين فهتلاقيها سايحة في بعضها، الكريمة سايحة شوية كده، بس هي ما كانتش سايحة كده خالص وأنا باحطها، بس علشان هنحط فوقها صوص الشوكولاتة كده فهتلاقيها ساحت شوية. بس جميلة جدًا يا جماعة، أنتِ لازم لمّا تفردي الكريمة فوق الكيكة تحطّها في الفريزر ربع ساعة كده، قبل ما تحطّي فوقها صوص الشوكولاتة. شايفين الجمال؟ طعمة جدًا، 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 يعني هتعمليها والولاد هيشكروكِ عليها، لذيذة جدًا، يعني بالنسبة لي أنا عيالي بيحبوها بيموتوا فيها، يعني أنا عملتها تاني يوم يقولوا لي اعملي لنا تاني يا ماما، كنتِ عملتِ لنا صينية أكبر من دي شوية. شايفين الجمال والّا تقولي بقى مسقية لبن ولا اللبن باين فيها ولا أي حاجة خالص، جميلة جدًا ما شاء الله، عاملة زي الجاتوه والحاجات دي، وبألف هنا وشفا للي يجربها.